يتوسل بيها حبابة لا تعوفيني، ما اقدر اعيش بدونك. استرجل لك، استرجل استرجل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ايش تبي؟ السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين. رجعت لكم فيديو جديد. زين اللي سمعنا صوتك. وياكم اخوكم المحقق عبسي. اوكي، ليش هذا الانقطاع 21 يوم؟ يا اخي كنت مريض، المرض ما جاي يعوفني، ما اعرف قصة حبي المرض، لازم علي لزمة. الحمد لله والشكر على كل حال. على العموم مثل ما شفتوا بالعنوان، الحلقة اليوم نصايح للمتابعين، ما حد منزلها، ماكو يوتيوبر منزل هاي مثل هيك فكرة او هيك حلقة. على العموم ما طال عليكم بالمقدمة، مشينا الفيديو. مبدئيا عبسي، شنو رايك بالحب؟ وهل الحب حلال او حرام؟ اجاوبك خطوه ورا خطوه. اول شيء، هل الحب حلال او حرام؟ اذا قلت لك حرام انت بشكل مباشر وانت بشكل مباشر راح ترحيلي على الامام علي عليه السلام، وراح تقولي لي حب فاطمه الزهراء. راح اجاوبك واقول لك حب الامام علي لفاطمه الزهراء كان حب طاهر عفيف، بدون غايات، بدون هاي الامور كلها اللي نفكر بها حاليا. ما اقصد احد انا، لكن اغلب الشباب جاي يسوون هذا الشيء. على العموم حب الامام علي مو نفس حب هسه، فاحنا شنو منزلتنا ويا الامام علي عليه السلام؟ نظري اشوف الحب حلال لكن ما يوصل للمحرمات، اذا وصل للمحرمات فهذا حرام ثم حرام ثم حرام. اوكي زين، شو انصح الناس يحبون او ما يحبون؟ يا اخي انصح كل شخص يشوفني، يا اخي لا تدخلون هاي العلاقات. اول شيء علاقه محرمه، وثاني شيء اذيه الك والك، والله اذيه، والله اذيه. فمن خلال الفيديو انصح الكل لا يحبون. اهتم بدراستك، علي من هالحبايب والسوالف، دنشب قوم ادرس قوم. اوكي، النصيحة الثانية، عندك شيء تحبه او عندك شخص تحبه او عندك سلعة تحبها وعزيزة عليك وتريد الشيء يدوم لك، اكتم، لا تحكي للناس، لا تحكي، كل شيء بالسر يدوم. الامام علي عليه السلام من احد مقولاته يقول: من كتم سره فان الخير كان بيده. يعني انت بتكتب سرك، الخير بيدك، صدقني الخير بيدك. مو كل شيء ينحكي، كل شيء بالسر يدوم، كل شيء تسوي، كل شيء تفرح به. عندك شخص تحبه، عندك شيء تحبه يريد يدوم لك، فقط كتمه، لا تحكي. اهل البيت كلهم يوصون بالكتمان، اكتم، لا تحكي كل شيء، يعني اذا حكيت بالتالي انت الخسران وانت المضرور. ولا تحكي، فلا تعري ضعفك الا لمن كان حريصا على سترك. المقصد من كلامي انه لا تفضفض لاحد ولا تبين ضعفك لاحد، لا تحكي لاحد، نصيحة لوجه الله. اوكي، نفترض انه انت عندك شخص مقرب عليك وحبيت تفضفضي له، او انت عندك شخص مقرب عليك حبيت تفضفض له، حكيت له اللي بقلبك، حكيت همك، حكيت كل شيء. هل هذا الشخص سحب الطاقة السلبية من عندك؟ لا، مجرد فضفض ومجرد كلام هو ما راح يحس ولا راح يعرف شنو بداخلك، وما فارق لك بكل وقت. خلي يسمعك ساعة، خلي يسمعك ساعتين، خلي يكون يوم، خلي يكون شهر. عكس لخالقك كل لحظة، كل ثانية، كل دقيقة، كل يوم يسمعك ويعرف شنو بقلبك وشنو بداخلك وشنو تحس وشنو قاهرك وشنو مضوجك، يعرف كل شيء. فنصيحة لا تفضفض لأي أحد ولا تطلع ضعفك لأي أحد، خليك قوي. تريد تفضفض وتفضفض لربك، احكي لربك. عندك منال بعد 100 سنة يسمعك الله سبحانه وتعالى. كل ما تفضفض راح يسمعك أثناء الصلاة، أثناء الدعاء. فضفض لربك أفضل مما تفضفض البني آدم. ممكن يسمع كلامك لكن ما راح يطلع هاي الطاقة السلبية اللي بقلبك. عكس الله سبحانه وتعالى يقدر بلحظة واحدة يطلع كل هاي الهموم والظروف والطاقة السلبية اللي بداخلك كلها. أنا من هذا النوع، ما أحب أفضفض ولا أحب أحكي لأحد الأشياء اللي أمر بيها. أفضفض لربي يسمعني في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل ثانية. فنصيحة لحد يفضفض. أوكي، النصيحة الرابعة وهي لا تهتم الكلام الناس. يا أخي لا تهتم الكلام الناس. أوكي، أنا عندي أحد أصدقائي ممكن راح يشوف هذا الفيديو، أدري بيك جاي يشوفه، طيب حظك اليوم. جرنا على هذا الحكي، شو ورطنا على هذا الحكي؟ رحنا أنا وياه اشترينا ملابس على ما يقارب، كلفنا ملابس 40,000 45، لبسهن مرة واحدة مدى مرتين. وأحد الناس، يعني ما أقول لي هو يوم من الناس، أحد الناس تنمر على ملابسي بشكل مباشر، كظ الملابس وذبهن بعد ما لبسهن. ليش؟ والله ما عجب فلان. زين انت شو عليك بفلان؟ اهم شيء قناعتي. يا اخي لا تهتم بكلام الناس، حكوا والما حكوا، البس اللي يعجبك،
سوي اللي يعجبك، روح المجال اللي تحبه، سوي كل شيء يعجبك ما دام انت قنوع، لان القناعه كنز، احتوي هذا الكنز، تحتويه. لا تهتم بالكلام احد. انا من الناس اللي هواي ناس تحكي بظهري، تقلد فلان، تلبس مثل فلان. هل اهتميت؟ لا والله ما اهتم ومستمر، وما لي علاقه بالكلام السلبي نهائيا. ابوع على الكلام الايجابي والسلبي، اسوي روحي لا اشوف ولا اسمع. اوكي؟ فنصيحتي لا تهتموا بكلام الناس، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلص من عندهم. انت تريد تخلص من عندهم، على الخلق هم يحجون، عليك ما يحجون. من تدخل بما لا يعنيه نال ما لا يعجبه. شنو اقصد؟ قصدي لا تتدخل بشيء، لا تحشر خشمك بكل شيء، لا تتدخل بكل شيء، يعني ممكن تشوف شيء ما يعجبك. فأنا قلت لك من تدخل بما لا يعنيه نال ما لا يعجبه. شوف شيء ما يعجبك لا تتدخل كل شيء. على سبيل المثال كانوا اكو اشخاص اثنين جاي يحجون، انت لا تجي تدخل روحك بالسالفه، لان ما لك حق، وهالشيء يقلل من رجولتك ويقلل من هيبتك، وعيب ثم عيب ثم عيب. لا تتدخل بكل شيء ولا تصير طرف ثالث الا اذا انسمح لك، واذا انسمح لك لا تتدخل بكل شيء وتحكي لهم كل شيء، فقط انطي رايك، قل لهم انا رايي كذا وهاي خلاص. لا تتدخل بكل شيء، هالشيء يضرك ويأذيك. وانت هم لا تتدخلين بكل شيء. جاي احكي على الاشخاص اللي يتدخلون بكل شيء، مو على كل الناس. فانت تكفى الشر ولا تتدخل بكل شيء، افضل لك. اوكي، النصيحه اللي وراها اهتمي بصلاتك، اهتمي بصلاتك، لان هالشيء يفيدك ويفيدك، ما راح يفيدني انا، يفيدكم انتم. اول شيء يوفقك بحياتك، وكل خطوه تخطيها خطوه نور راح تكون عليك وتوفيق ان شاء الله، وراح تفيدك بالاخره كذلك. فمن انا جاي احكي انا وجاي اقول لك هيك، هل انا احسن منك؟ لو احسن منك، لا انا مو احسن من احد. انا من الناس اللي اقطع صلاتي وارجع عليها، اقطع صلاتي وارجع عليها. فهالشيء جدا جاي يضوجني وجدا جاي اعاني من عنده، لان جاي اقطع بصلاتي. فمن خلال هذا الفيديو كل شخص يعاني نفس المشكله مالتي خليه يكتب لي بالتعليقات ويوعدني انه هو راح يلتزم بصلاته وما راح يتركها ولا يوم. وانا كذلك اوعدكم انه راح التزم بصلاتي وما راح اتركها من اليوم ورايح. اوكي، طبعا انا بهاي الحلقه حبيت اني افسخ البعض من اصدقائي، افسخهم واطيح حظهم، ارزلهم وانصحهم عسى ولعل يفيد وياهم. اوكي، انا اكثر شخص اضوج منه الشخص اللي يدور عطف الناس، والشخص ضعيف الشخصيه. يا اخي انت رجال يا اخي، استرجل يا اخي. على سبيل المثال هم عندي صديق اعتقد هو جاي يشوفني، اذا جاي يشوفني فراح افسخك تفسخ. اوكي لا نو ثانك يو فيري ماتش. يس عنده حبيبه، فحبيبته عافته، والله راح افضحك اليوم، ما لي علاقه. ايش تبي مني؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فحبيبته عافته، فمن عافته قبل لا تعوف ظل يتوسل بيها، حبابه لا تعوفيني، ما اقدر اعيش بدونك. تحكي صدق انت؟ تحكي صدق؟ استرجل لك، استرجل تتوسل بيها ما تريدك شلون بالله. انا اليوم شخص ما يريد نتشلب بيه، الباب يوسع جمل، الله ومحمد وعلي وياك، توكل على الله. شنو والله اتشلب بيك والله لا تعوفيني، ما اقدر اعيش. انشب لك شب. اوكي، بعد ما ذكرت كل هاي النصايح، اذا سويتن كلهن وما سويت هاي النصيحه اللي راح اذكرها حاليا، فتاكد انه انت انسان فاشل. ارجو المعذره على هاي الكلمه، لكن هذا الواقع. اوكي، شنو هي النصيحه؟ ارضي امك وابوك قبل كل شيء. اليوم امك زعلانه منك، روح راضيها، روح لا تخليها زعلانه عليك. ماكو اغلى من عندهم بالدنيا، ما رضى الله الا برضاء الوالدين. ابوك زعلان منك، روح راضيه، ترى ما حد يفيدك. بعض الاشخاص اكو يتمنون يشوفون ابوهم او يشوفون امهم لحظه، اكو اشخاص تحسرون عليه. فانت او انتي عندك خلاف ويا امك، عندك مشكله ويا امك ويا ابوك ويا ابوك، روح اعتذر من عنده وخليه راضي عليك. لا تعصي ولا تقهره ولا تعصي كلمتين، كل اللي يسوونه هو لمصلحتك، اللي يحكي لمصلحتك. لا تصير ضده وتقول ابوي ظالم، امي ظالمه، امي كذا، امي كذا، امي كذا. وهذا الكلام مو كل الاباء وكل الامهات، لا، لبعض. مو كل ابو ومو كل ام. فعموما امك زعلانه منك، روح بوسها براسها وراضيها. ابوك زعلان منك، بوسها براسه وراضي. الله يرحم جميع اباء المسلمين، والله يرحم جميع امهات المسلمين، والله يحفظ كل ابو حي، والله يحفظ كل ام موجوده على قيد الحياه.
لهنا وصلنا نهاية الفيديو. يا رب عجبكم الفيديو. كان معكم اخوكم المحقق عبسي، واشوفكم في حلقة ثانية، وسيو. اهم شي دي 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 كافي. طير يا طير يا الزلزول، لطش علي. النصيحة الخامسة وهي ما يخالف يلا مسامحيكم يلا ما يخالف روح يلا. هي مسألة هواية. إذا بالسيارة وي بسرعة على الشارع، سوى الشارع بس مني صور عبسي، يرحون يجون. هاك تفضل عبر. هاي بسرعة على الشارع، يروح ويجي يتدرب بالفرع. اليوم من صورت أنا يتدرب. خلها أقرأ الحديث حتى نسيت، لا صوت علي. اسمع أبرد. هاي جدورة، هاي قلاص. مطعم عندي مطعم. تعال بعد بحضني يقعد ويصيح. الله يصبرني يا أخي. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.